في الضاحية الجنوبية، أمريكا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة. قنبلة واحدة غير منفجرة في حارة حريق تكفي لإشعال استنفار دبلوماسي وأمني بين واشنطن والسلطات اللبنانية. تقارير إعلامية تحدثت عن طلب أمريكي عاجل لتسليم قنبلة موجهة من طراز GBU-39 سقطت خلال الهجوم الذي استهدف رئيس أركان حزب الله هيثم علي طباطبائي وبقيت سليمة تقريبا. والسبب خشية من أن تتحول هذه الذخيرة المتطورة إلى كنز تكنولوجي بين أيدي خصوم الولايات المتحدة من الصين إلى روسيا. القلق الأمريكي كما تنقله التقارير يتمحور حول احتمال سعي دول منافسة إلى دراسة القنبلة عن قرب ومحاولة استنساخ قدراتها لا سيما لجهة الرأس الحربي الفعال ومنظومة التوجيه الدقيقة التي تعتمد على الGPS مدموجا بنظام ملاحة بالقصور الذاتي. هذه المنظومة تتيح للقنبلة إصابة أهداف محصنة وهياكل خرسانية وإحداث أضرار كبيرة. القنبلة من إنتاج بوينغ تنفتح لها أجنحة بعد إطلاقها فتنزلق لمسافة تصل إلى نحو 110 كيلومترات من دون محرك صاروخي. هذه الذخيرة دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 2006 ثم في سلاح الجو الإسرائيلي وتكتسب أهميتها مع طائرات F-35 القادرة على حمل 8 قنابل من هذا الطراز في طلعة واحدة.